أنا عارف إن الكلام ده ممكن يزعّل بعض الناس منّي، بس أعتقد يعني إن الأصول ما تزعّلش. هاقول لك على شوية حاجات يا ريت تاخد بالك منها لمّا تروح تزور دكتور في عيادته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. ما ينفعش تطلع على الشيزلونج بالجزمة، وده احترامًا للمكان وللدكتور وللمريض اللي هيدخل بعدك. وافتكر دايمًا إن كان في بني آدم قبلك حافظ على نضافة الشيزلونج عشانك. مش بس الشيزلونج، حافظ على نضافة المكان كله. هتلاقي حواليك المناديل في كل مكان وسلة مهملات في كل ركن. ما ينفعش تجيب معاك أطفال البيت كله وأنت جاي. العيادة مش فسحة ومش مكان للعب، والهدوء مهم لراحة المرضى وللدكتور عشان يركز في شغله. ما ينفعش تطلب تشغّل ماتش وأنت قاعد في الانتظار وتقعد تتفرّج وتشجّع كإنّك قاعد في قهوة. اتفرّج في هدوء من فضلك. ما ينفعش تبقى داخل تكشف أو داخل مع حد بيكشف وتقعد تتكلّم في التليفون، وده احترامًا للمكان وللدكتور. ومش بس كده، ده كمان بيخرّج الدكتور عن تركيزه. ما تستنصحش بقى وتخرج كل شوية تعمل مكالماتك وترجع تاني، ده إزعاج للدكتور وبرضه بيخرّجه عن تركيزه. اقعد في الاستراحة وخلّص مكالماتك براحتك. في غير الطوارئ حاول تحترم مواعيد العيادة، ولو الموضوع ممكن يستنى ما تضغطش على الدكتور. كذلك برضه لو الدكتور ادّى لك رقمه للتواصل سواء عن طريق التليفون أو على الواتساب. لو الموضوع مش طارئ ابعت استفسارك واستنى الرد في الوقت المناسب وما تضغطش على الدكتور باتصالات كتير. لو عملت تحاليل ودكتور المعمل طمنك استنى لحد ميعاد الاستشارة، ومش لازم تضغط على الدكتور بالمكالمات أو الرسائل. احنا بنتعامل معاك على إنك صاحب مكان، يا ريت أنت كمان تتعامل على إن المكان مكانك وتحافظ عليه وتحترم قواعده. ادعي لوالدي بالرحمة والمغفرة وادعي لأهالينا في فلسطين والسودان وسوريا ولبنان بالصبر والثبات، ويلا اكتب لي في الكومنتات أنت متفق معايا ولا لأ. دمتم بصحة.